في لقاء للنجم الكبير الكينج محمد منير مع الإعلامية الكبيرة ميس الحديد داخل غرفة المعيش، توجد لوحة ضخمة يغلب عليها اللون الأزرق ممزوجا بدرجات من الأبيض والرمادي، وصورة لشاب يجلس أمام فتاة جميلة ترتدي فستان أزرق داكن تعزف الكمان، لكنه في حالة من التأمل والتفكير. كشف الفنان محمد منير أن تلك اللوحة التي اختار لها مكان مميز داخل منزله عبر عنه بشكل كبير قائلا: اللوحة دي هي أنا تقريبا بعشق الجمال صحيح، لكن بينهزم لصالح الموسيقى. ادي ظهري للكرسي قاعد أسمع بنت جميلة بتعزف مزيكا، مش هاممني جمالها، أسمع الموسيقى. محمد منير بيتحدث عن والدته ووالده، الموت كان أقرب ليهم. إلى جانب الصورة الضخمة توجد صورة فوتوغرافية بالأبيض والأسود بيظهر فيها رجل حسن الهندام يرتدي بدلة أنيقة، تقف جنبه سيدة فستان أسود يتماشى مع شعرها المجعد المنسدل على كتفها. كشف الكينج محمد منها صورة لوالده ووالدته بداية الخمسينات من القرن الماضي، كانوا في غاية الشياكة والجمال، لكن للأسف الموت كان أقرب ليهم مني، فلم يعيشوا فترة نجاح، لكن كنت أتمنى ذلك. كشف محمد في لقاء سابق مع صاحبة السعادة إن والدته توفت سنة 1983، لم يكن في ذلك الوقت مشهور هذا القدر. قال الفنان محمد منير: أمي ماتت سنة 1983، ما شافتش محمد منير المشهور، كان نفسي تكون معايا الأيام دي. وعن احتفاظ الفنان النجم الكينج محمد منير كتل حجرية من أسوان، موضحا تلك الفلسفة التي اتولدت عليها نميت عليها: عومة نهر النيل، صلابة صخور أسوان، أنا أجمعهما في شخصيتي.